فاتورة الموية الفلكية الحرامي مدفون تحت الحوش. تخيل تكون قافل كل حنفيات البيت ومسافر اسبوع، ترجع تلاقي فاتورة الموية جاية مبلغ وقدره. انت كده عندك حرامي صامت بيسرقك كل يوم وهو مدفون تحت رجلك. الجريمة في الخزان الارضي. تعال اقول لك ليه خزانك بيسرب وازاي تكتشفه وانا في الطريق. في الهندسة المدنية الخزان الارضي مش مجرد علبة خرسانة، ده منشأ مائي لازم يتعامل معاملة خاصة. التسريب بيحصل لسببين كارثيين: اولا فشل العزل، المقاول استرخص واستخدم ملفات عزل سيئة أو ما عملش اختبار غمر قبل الدفان. الموية بدأت تهرب للتربة. ثانيا تعشيش الخرسانة، أثناء الصب ما استخدمش الهزاز بتاعة الخرسانة، فيها مسامات أو تعشيش بتعدي الموية زي السفنج. إزاي تحلها؟ بسيطة: عبي الخزان لآخره واقفل المحبس الرئيسي وعلم علامة على المنسوب. لو المنسوب نزل بعد 24 ساعة يبقى خزانك منفي. والأخطر من ضياع الموية هو تآكل القواعد، لأن الموية اللي بتتسرب دي بتروح للأساسات بتاعة بيتك وتصدي الحديد. نصيحة ونرود: لو بتبني جديد ما تتنزلش عن العزل الأسمنت الداخلي والبيتومين الخارجي، وتأكد من الووتر ستوب بين الأرضية والجدران. فاتورة الموية عندكم طبيعية ولا فيها قفازات غير مبررة؟ اكتبولي في التعليقات وهقول لكم ايه افضل مواد عزل تعالج التسريب. انا مهندسكم اونرود، ضربكم خضر وخزاناتكم مليانه.